السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا بيجي وقت كده على الواحد بيحس إنه ما أنجزش أي إنجاز، بتحس بإحباط رهيب وإنك ما عملتش أي حاجة في يومك. افتكر هذا الحديث العظيم عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. صدقت يا سيدي يا رسول الله. بمجرد ما تقول هذا الذكر الجميل البسيط فده كأنك أحب لك من الدنيا كلها، وكأنه إنجاز لا يساوي الدنيا بل أعلى من الدنيا. لذلك قال وأقسم الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. خليك من الذاكرين الله كثيرا. وحط قاعدة في دماغك: الإنجازات الحقيقية والنجاح الحقيقي بيتقاس بعلاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى، مش علاقتك مع الناس. هل أنت راضي؟ هل أنت ساخط؟ هل أنت ذاكر من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ هل يومك ده بيعدي وأنت بتعمل حاجات بتتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ هكذا تكون الإنجازات الحقيقية، وليس إرضاء الناس يا عزيزي، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك.